السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والله يا رجالة الأهلي يا شعب الأهلي، أحلى جمهور فعلا. انتوا فرحتوني وخلتوني فرحان وطاير في السما من امبارح، من الفيديو اللي عملته امبارح. ده انتوا حتى رمي السلام اللي أنا برميه على الناس كلها عامة ليكم بتردوا عليا السلام في التعليقات. ربنا يبارك لكم ويديكم إن شاء الله، ربنا يفرحكم دايما. واحنا موضوعنا طبعا موضوع رضا عبد العال. رضا عبد العال مجهور اخر جهر، حتى انتوا تلاحظوا في الفيديو بتاعه كل ما يجي يتكلم تلاقي الجهره بتاعته كل ما يتكلم كلمتين مجهور. ازاي ده كان بيلعب في الاهلي وكان عيش من الاهلي وكان فلوس من الاهلي معرفش. المهم بيقول لك جلال المخرج بتاع المباراه هو اللي فوز الاهلي. مخرج بتاع المباراه اللي بيصور ده هو اللي فوز الاهلي. طب فهمني يا كابتن الزمالك، ما كابتن الزمالك ده ما هو راضع منها برضه من الجاموسه بتاعتها. ازاي المخرج بتاع التصوير فوز الاهلي؟ يعني دلوقتي الاهلي مثلا ده وسام ابو علي او كهرباء او اي حد يشوط الكوره، تبقى الكوره طالعه بره، او امام عاشور تبقى الكوره طالعه بره، يجي المخرج ده يلف الكاميرا كده يجيب لها الدون قدام ما بتخش الكوره. ازاي فوز الاهلي؟ ازاي المخرج فوز الاهلي؟ وبعد كده ما عجبوش ضربة الجزاء، يقول لك والله ضربة الجزاء دي ما صحيحة. حتى المخرج اللي هو بيعيد بتاع الفار بيعيد جاليه ده يجرد ليه اتنين وما جايبش الرجل التالتة. فين الرجل التالتة دي؟ هو في حد ليه 3 رجول؟ ولا 3 رجول دي عند رضا عبد العال بس؟ كابتن ده هو فعلا صدق اللي طلع عليه هجاص وسماه هجاص. وده طالع معلش اقول لك يا ريت تشيروا الفيديو ده وتوصلوه له، يا ريت اتمنى من ربنا يوصل عشان اقول له الكلمه دي اللي هو بيعملها. انت يا رضا عبد العال ما اقولكش يا كابتن، ما فيش احترام ولا بتاع، يعني احنا هو انت رضا اسمك رضا، وانت كنت مسمي نفسك رضوى، بس احنا زي بعض نحترمك ونقول رضا. انت يا رضا عبد العال بتطلع على سواء كان على اليوتيوب او على القنوات او على المذيعين اللي بتطلع معاهم دي، انت فرحان بنفسك، عامل نفسك ان انت دمك خفيف، بتتكلم كلام كده عشان ايه؟ متكلك عشان هما بيضحكوا لك ولا حاجه، اللي هم اللي بيبقوا قاعدين معاك ده. فانت متوقع نفسك ان انت راجل دمك خفيف بتضحك الناس، عامل نفسك سعيد صالح الثاني ولا عادل امام الثاني. انت بتضحك على نفسك، انت دايما مجهور، الجهر باين عليك وانت بتتكلم كل شويه ده طالع منك. واتفرج على فيديوهاتك كلها، مش فيديو واحد، فيديوهاتك كلها هتلاقي النحره دي طالعه منك. والنحره دي لا مؤاخذه ما بتطلعش غير لما يكون حد محمل على العربيه كرو حمل تقيل ويكون طالع مطلع شديد، فتلاقيه ايه اللي بيشد العربيه ده مش عايز اقوله، تلاقيه دايما. وبعد كده هقول لك على حاجه، مهما تعمل ومهما تلف ومهما تدور محدش هيقدر يوقف الاهلي، واللي يوقف الاهلي يبقى يجيني ويندهني. اسمع يا رضا، مش هتقدر تعمل حاجه، سامع؟